سهل جدا ان احنا نقدر نعمل المقرمشات اللي احنا بنشتريها في الاكياس المغلفة او من عند الفرن ببساطة. شيبسي الافران او الشيبسي اللي اوعى تفتكروا ان الشيبسي اللي موجود في الاكياس كله بطاطس، لا لا لا، في نوع من المقرمشات والولاد بيحبوه. احنا هنعمله مع بعض النهاردة. شيبسي الافران بتاع الفرن هنعمله مع بعض وباللون التحفة الجميل اللي انتوا شايفينه وبأكتر من طعم. النهاردة هنقدر نعمل حاجة لولادنا مضمونة جدا. المقادير بتاعتي عبارة عن نص كيلو دقيق متعدد الأغراض ومنخول كويس. هحط عليه معلقة من بهارات البطاطس أو أي نوع من البهارات بتفضليه، بطاطس أو جبنة زي ما انتي عايزة. بحط عليها معلقة من البيكنج باودر صغيرة، بحط معلقتين من النشا يكونوا كبار، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. هعجنهم بكوباية من المية العادية، ولا هي سخنة، مية من الحنفية عادي، وأحط عليهم معلقة من الصلصة عشان أعزز اللون، نص كوباية من الزيت، وهقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما يختفي الدقيق تماما. هنا هبتدي أعجن بإيدي لمدة 5 دقايق أو 6 دقايق لحد ما العجينة تبقى كده ملساء وناعمة جدا، وفي نفس الوقت ما فيهاش تلزيق، لأن اوريدي احنا حاطين زيت، مش هيبقى فيها تلزيق قوي، بس عجينة ناعمة وطرية. انا هنا حطيت واستعنت عشان لقيتها ناشفة شوية، حطيت شوية من المية صغيرين، يعني خدت مني كوباية ومعلقة، وده حسب نوع الدقيق طبعا. انا حبيت اعزز الطعم شوية، فجبت حتة من الزبدة كده صغيرة مش كبيرة، وقلت ايه اعزز الطعم بتاعها. لو انتي عايزة تحطيه اوكي، مش عايزة ما تحطيش، ممكن تحطي كمان نص معلقة سمنة بلدي بدل الزبدة لو انتي عايزة. طبعا العجينة دي مش محتاجة انها ترتاح ولا القصص دي كلها ولا تتخمر. انا سبتها بس 10 دقايق كده لحد ما تتجانس تماما. شايفين عاملة ازاي؟ خلاص احنا كده هاخدها وهقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على 3 اجزاء. ده جزء هعمله في صينية كبيرة شوية، والجزء التاني هعمله على صينيتين صغيرين. انا جبت ورقة من الزبدة وهفردها عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان هستخدم النشابة عشان يبقى السطح املس تماما ومفهوش اي كلكعة، ويبقى كله في مستوى واحد. وحاولي ان تكون السمك بتاعها يدوبك نص سنتي مش اكتر. لو هتزودي ويبقى سنتي ده هيبقى يعني ناشف شوية ومش هيدي مقرمشة، لكن خليه السمك بتاعه قليل جدا، وفي نفس الوقت ما يبقاش قليل قوي عشان ما يتحرقش ويبقى ما يبقاش له طعم. يعني خليكي حريصة انه يبقى زي الشكل اللي احنا بنشتريه المتعارف عليه. طبعا انا هنا بعمل بالنشابة، هي عجينة طرية جدا وما فيهاش اي مشاكل، انا بس عشان اسويه ويبقى شكله لطيف. نقلتها بسهولة على الصينية، وهبتدي بعد كده ارش عليها من فوق الطعم اللي انا عايزاه. انا عززته تاني بطعم الشيبسي، وكمان حطيت شوية من السمسم. الطعم اللي انتي عايزاه حطيه. انا عملت الصينيتين التانيين كمان بالزعتر، الزعتر الاصفر والاخضر بيديني طعم لطيف جدا ولذيذ. انتي تقدري تشكلي الطعم اللي انتي عايزاه، يعني ممكن تجيبي طعم الجبنة. برجع اعمل بالنشابة الصغيرة كده عشان اثبت ايه الرش اللي انا رشيته من فوق، وبعد كده بجيب القطاعة بتاعة البيتزا وبقطعها بالاشكال اللي انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا النوع ده ما بيقعدش ان احنا نقعد نخمر او اي حاجة،
احنا على طول بنسخن الفرن على 180 10 دقايق وبندخل الصواني. وعلى فكرة ما بياخدش وقت، يعني لو الفرن سخن فعلا ما بياخدش وقت تماما، بتاخد مني 10 او ربع ساعة بالكتير جوه الفرن. ودي النتيجة زي ما شايفين، بتطلعيها بالفرن مقرمشة كده كلهم فكين من بعض، والطعم تحفة ما اقولكيش، بجد هيوفر عليكي كتير جدا، وعملتي حاجة نظيفة جوه بيتك.